جدري القرود عبارة عن مؤامرة وهجوم بيولوجي مترتب، ده اللي كشفته دراسة اتعملت عن وباء هينتشر قبل ظهور جدري القرود بسنة. ومش بس كده، الدراسة دي فيها مراحل انتشار الفيروس زي ما حصل بالظبط. فتفتكر صدفة؟ عشان نجاوب على السؤال ده محتاجين نعرف بداية المرض ده وازاي انتشر كده. وهنا طبعا هنتكلم عن الكونغو، واللي ظهر فيها اول حالة الانسان بالمرض ده سنة 1970، ومن بعدها وانتشر جدري القرود واتصاب بيه ناس كتير جوه وبره افريقيا. بس في الوقت ده كان الجدري العادي اكتر خطورة من جدري القرود، واللي كانت بتوصل وفياته ل 30%، في الوقت اللي كان جدري القرود بتوصل وفياته ل 10% بس. وعلشان كده وقتها ركزوا على فكرة ازاي يعملوا اللقاح يقضي على الجدري ده، وفعلا ده حصل. لكن المفاجأة بقى ان سنة 2022 في شهر مايو ظهرت اول حالة لجدري القرود في بريطانيا في اوروبا، وبدأ كمان في الانتشار. وكانت اعراضه بتبتدي بصداع وارهاق ووجع في الجسم والظهر، وبعدها بتوصل لطفح جلدي. الغريبة بقى مش بس كده، الفكرة ان في نفس وقت انتشار المرض ده انتشرت برضو مستندات ووثائق عن منظمة الخطر النووي، واللي عملت دراسة تخيلية قبل ظهور المرض ده بسنة، وعن السيناريو اللي ممكن يحصل لو حصل وباء في العالم. واتقسمت الدراسة دي على مراحل، والصدفة بقى ان دي نفس مراحل انتشار مرض جدري القرود بنفس التوقعات تقريبا. وكانت اول مرحلة هي هجوم بيولوجي من نسخة معدلة من جدري القرود، وهيتم تطبيقها على دولة متخيلة اسمها برينيا، وهتسبب النسخة المعدلة دي في كارثة عالمية، وكمان هيتصنف كوباء عالمي. الاغرب بقى ان الدراسة دي افترضت ان المرض هيظهر في نص مايو 2022 في دولة برينيا الخيالية، وفي يناير 2023 هيوصل المرض ل 83 دولة في العالم، وهيصيب اكتر من 70 مليون شخص. وانه على نهاية 2023 هيكون الفيروس ده قدر يخلص على اكتر من 250 مليون حالة، ويوصل ل 3 مليار شخص. التوقعات دي بقى مش بتفكرك بحاجة؟ الحقيقة ان التواريخ اللي في الدراسة دي تقلق شوية، لانها نفس التواريخ الحقيقية والمراحل اللي انتشر فيها جدري القرود، واكيد مش صدفة يعني انها تتعمل قبل انتشار الوباء بسنة. انا لحد هنا خلصت، هستنى رأيكم انتم في التعليقات.